السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد. ازي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. واحد بيسأل بيقول: هو مين المفروض ما يحلقش شعره ولا يقص ضوافره ولا ياخذ أي حاجة من شعره ولا من أظفاره طالما هو هيضحي؟ يا ترى هو الشخص نفسه اللي هيذبح، ولا الشخص نفسه المضحي، ولا كل أهل البيت، ولا مين بالضبط؟ هتعرف الإجابة بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، تشترك معنا في القناة حتى تدعمنا ويصلك كل ما هو جديد إن شاء الله. يلا نصلي على الحبيب ويلا نشوف الإجابة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الإجابة يا أحبابي كالآتي: الشخص اللي هو هيضحي. يعني إيه؟ يعني الشخص اللي هيدفع المال. يعني مثلا محمد وعندي زوجة وعندي 3 4 أولاد مثلا، يعني عايشين مع بعض. يبقى أنا الشخص، أنا اللي هضحي، أنا مثلا اللي هشتري الأضحية من مالي، من نفقتي الخاصة. خلي بالك، فأروح أشتريها مش بعرف أذبح مثلا يعني. يبقى الشخص اللي هيذبح ده مش مطالب خالص، سواء يعني إيه، يقص شعره يقص أظافره، مش هو المطلوب بيه هذا الحديث. الحديث اللي هو إيه أصلا؟ الحديث اللي هو رواه الإمام مسلم من حديث أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، خلاص هلال ذي الحجة دخل، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن إيه؟ عن شعره وأظفاره. يعني أي مكان فيه شعر في جسمه ما ينفعش يقصه ولا يحلقه، وأظفاره كذلك، سواء كان الحنة، شعر الإبط، الأظفار جميعا، وهكذا. مين هو بقى الشخص المضحي؟ اللي هو رب الأسرة، اللي هو بيشتري الأضحية لكن زوجته مش داخلة تبع الحديث ده، أولاده مش داخلين تبع الحديث ده. حتى لو كان ابنه هو اللي هيذبح، افرض مثلا هو الشخص ده اللي شاري الأضحية مش بيعرف يذبح، وقال لابنه مثلا وليكن زعتر: اذبح لي يا ابني يا زعتر، يلا الأضحية دي. هل زعتر ده بقى مش ينفع إن هو ياخد من شعره ولا من أظفاره أول ما يدخل 10 ذي الحجة؟ لا، لا مش الشرط. عايز إن هو ما يحلقش، هو حر، يعني يبقى ياخد أجر برضه. لكن لو حلق مش عليه أي مشكلة ولا داخل في الخلاف اللي دار بين العلماء. يبقى يا جماعة، مين هو الشخص اللي المفروض أو الأفضل؟ مش بس المفروض، عشان في خلاف حصل بين الفقهاء، هل هو أصلا حلق الشعر والأظفار قبل أو في أيام 10 ذي الحجة للمضحي حرام ولا مكروه؟ مش عارف إيه، خلاف كبير بين الفقهاء. إحنا بناخد برأي الشافعية، قالوا أنه مكروه كراهة تنزيه، مكروه كراهة تنزيه. يبقى أنا المضحي سواء كنت هذبح أو مش هذبح، الأفضل إيه؟ إن أنا ما آخدش من شعري ولا من ظفري أي شيء طالما 10 ذي الحجة دخل. يبقى أنا قبل كده مع 10 ذي الحجة تيجي أبدأ أحلق وأظبط أموري طالما أنا اللي دافع ليه فلوس الأضحية. طب افرض أنا مش دافع فلوس الأضحية، وأنا مثلا واحد أنا اللي هذبح مثلا، يعني مثلا عايش مع والدي وأنا اللي هذبح، والدي هو اللي دافع فلوس الأضحية، هل أنا لازم إن أنا ما أحلقش أي حاجة خلاص طالما دخلت 10 ذي الحجة؟ لأ، أحلق عادي مفيش أي مشكلة. زوجة المضحي تحلق عادي ما فيش أي مشكلة، أبناء المضحي يحلق عادي ما فيش أي مشكلة. يبقى الحديث خاص بمين؟ خاص بالمضحي صاحب المال. هذا والله أعلم. وأعوذ بالله أن أمركم بالمعروف ولا أتي، كما أعوذ به أن أنهاكم عن المنكر وأتي. أحبكم في الله، استودعكم الله. ما تنساش تشترك معنا في القناة حتى تدعمنا. أسأل الله التوفيق لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.